اهلا بكل حبايبي طلاب تانية ثانوي. النهارده هناخد الدرس الثالث في الوحدة الثانية. الدرس اسمه الفتوحات الإسلامية في عصر الدولة الأموية. الدرس ده هناخد فيه ايه الفتوحات الإسلامية اللي قامت بيها الدولة الأموية. احنا كنا اخدنا مع بعض ان حصل فتوحات اسلامية في عهد الخليفة ابو بكر الصديق، وبعد كده استمرت الفتوحات دي في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، وبعد كده حصل استمرار للفتوحات في عهد الخليفة عثمان بن عفان. وبعد ما مسك الخليفة عثمان بن عفان الخلافة في نهاية عهده حصل فتنة في واحد اسمه عبد الله ابن سبأ، عمل فتنة كبيرة جدا أدت في النهاية إلى مقتل الخليفة عثمان ابن عفان. بعد ما الخليفة عثمان بن عفان تم قتله، المسلمين انقسموا إلى فئتين. في ناس بتطالب بالقصاص، يعني اللي قتل عثمان بن عفان يجيبوه ويقتلوه. في ناس بتطالب بتأجيل القصاص، يعني هنجيب اللي قتل عثمان بن عفان ونقتله بس لما أوضاع الدولة الإسلامية تستقر. فبالتالي حصل حروب كتير جدا بين الناس اللي بتطالب بالقصاص، على رأسهم معاوية ابن أبي سفيان، والفئة اللي بتطالب بتأجيل القصاص على رأسهم الخليفة علي بن أبي طالب. عرفنا إن علي بن أبي طالب ال5 سنين اللي تولى فيهم الخلافة ما قامش بأي فتوحات إسلامية بسبب الفتنة والانقسامات اللي عانى منها المسلمين. بعد ما الخليفة علي بن أبي طالب تم قتله، جت بقى الدولة الأموية. في عصر الدولة الأموية عادت مرة أخرى الفتوحات الإسلامية. يعني إيه؟ يعني الدولة الإسلامية عملت فتوحات مرة أخرى، بقى فيه فتوحات إسلامية. المسلمين بدأوا يدخلوا مناطق جديدة، بدأوا يعملوا توسعات، بدأوا يحكموا مناطق جديدة. يقول لك إن الفتوحات دي كانت توقفت زي ما احنا لسه قايلين في عهد الخليفة علي بن أبي طالب، يعني في أواخر عهد عثمان بن عفان. ليه؟ زي ما قلنا حصل فتنة كبيرة جدا بعد مقتل عثمان بن عفان، زي ما قلنا من شوية إن في ناس بتطالب بالقصاص وناس بتطالب بتأجيل القصاص. يبقى الدولة الإسلامية في عهد الخليفة علي بن أبي طالب وأواخر عهد الخليفة عثمان بن عفان كان في فتن وانقسامات كبيرة جدا، فما حصلش أي فتوحات إسلامية في عهد الخليفة علي بن أبي طالب. طب تعالوا كده مع بعض نشوف الدولة الأموية حصل فيها إيه. قال لك أول حاجة كثرة الفتوحات الإسلامية، يعني الدولة الإسلامية عملت توسعات كبيرة جدا. بصوا كده معايا على الخريطة، هتلاقي إن الدولة الإسلامية وصلت لغاية هنا. يا نهار أبيض يا مستر، إيه ده؟ يعني على حدود الصين؟ أقول لك وبدأت الفتوحات الإسلامية ناحية الغرب. تخيلوا إن المسلمين وصلوا لغاية أسبانيا، الأندلس، ودخلوا أسبانيا وعملوا فيها فتوحات إسلامية. وصلوا في الشمال لغاية أرمينيا، ووصلوا في الجنوب لغاية النوبة. إذن الدولة الإسلامية في العصر الأموي وصلت الفتوحات الإسلامية لاتساع كبير جدا، وده أكتر فترة كان فيها فتوحات إسلامية على مر الحكم الإسلامي. إذن الفتوحات الإسلامية شرقا لغاية الصين، وغربا لغاية حدود دولة فرنسا، وفي الجنوب إلى بلاد النوبة، وفي الشمال زي ما قلنا وصلت إلى أرمينيا. وبكده تكون الفتوحات الإسلامية في العصر الأموي فتوحات كبيرة جدا. يقول لك كده امتدت الحدود قريبا من بلاد الصين شرقا، وصلت لغاية فرنسا غربا، وبكده يكون على شأن الإسلام من مشارق الشمس إلى مغاربها، يعني حصل من الشرق لغاية الغرب. تعالوا بقى مع بعض نشوف ايه الفتوحات الإسلامية اللي قام بيها المسلمين في العصر الأموي.
اول فتوحات اسلاميه بنسميها المشرق الاسلامي. يعني ايه بقى يا مستر المشرق الاسلامي؟ المشرق الاسلامي يعني هو بيتكلم عن فتح بلاد السند وفتح بلاد ما وراء النهر. ايه بقى يا مستر بلاد السند؟ اهي بلاد السند كده. طبعا ده يا جماعه الخليج العربي، هنا بعد كده شبه الجزيره العربيه. اوكي؟ هنا كده بلاد فارس بداوا يوصلوا لغايه بلاد السند، وصلوا لغايه بلاد اسمها بلاد ما وراء النهر. يعني كده نقدر نقول ان العصر الاموي المسلمين كملوا الفتوحات الاسلاميه اللي قامت في عصر الخلفاء الراشدين. كنا اخذنا قبل كده في عهد الخليفه عمر بن الخطاب وصلت الفتوحات الاسلاميه لغايه بلاد فارس. دلوقتي احنا بنتكلم ان المسلمين وصلوا لغايه بلاد السند، وصلوا لغايه بلاد ما وراء النهر. واحد يقول لي هو يا مستر يعني ايه بلاد ما وراء النهر؟ في نهر هنا اسمه جيحون. البلاد بقى اللي ايه اللي ورا نهر جيحون ونهر سيحون، عشان كده بيسموها بلاد ما وراء النهر. هنا نهر اهو، فبيقولوا احنا فتحنا البلاد اللي بعد النهر اللي ورا النهر. طبعا بلاد السند دي مناطق جنب ايه اهو، بنتكلم على بلاد الايه السند، هنا مملكه الايه الهند. تعالوا مع بعض بقى نشوف ايه اهم هذه الفتوحات. اول بلد هنتكلم عنها ان تم فتحها بلاد الايه السند. بلاد السند تم فتحها سنه 89 هجري. طبعا انت لو اخدت بالك ان بلاد السند جنبها مملكه الايه الهند، يبقى بلاد السند دي فتحها هي مفتاح شبه القاره الهنديه. طب مين بقى اللي استطاع فتح بلاد السند؟ قال لك واحد اسمه القائد محمد ابن القاسم الثقفي. جاء سنة 89 هجريا وقدر يفتح بلاد السند. بعد شوية بدأت الفتوحات الإسلامية اللي قام بيها محمد ابن القاسم الثقفي توصل لغاية فين؟ يقول لك توصل لغاية دمشق. تقول لي يا مستر اشمعنى الفتوحات دي وصلت لغاية دمشق؟ لأن في عهد الخليفة معاوية ابن أبي سفيان كانت العاصمة بتاعت الدولة الأموية كانت دمشق. فلما يقول لك ان الانتصارات وصلت لغايه دمشق، يقصد يقول لك ان الفتوحات الاسلاميه وصلت لغايه الخلافه الامويه او الخليفه معاويه بن ابي سفيان. وصلت الفتوحات الاسلاميه لبلاد السند، وصلوا لغايه مدينه اسمها الملتان. يبقى كده اول واحد اسمه ايه؟ محمد ابن القاسم. طب يا مستر محمد بن القاسم ده وصل لغايه مدينه اسمها الملتان، وبعد ما وصل للملتان بعت الفتوحات الإسلامية دي أو أخبار الفتوحات الإسلامية وصلت إلى دمشق عاصمة الدولة الأموية. تاني حد عمل الفتوحات الإسلامية هنا إلى بلاد اسمها ما وراء النهر. اسمه إيه بقى الراجل ده؟ قال لك اسمه قتيبة ابن مسلم. أهو قتيبة ابن مسلم ده عمل فتوحات إسلامية في بلاد ما وراء النهر. في البداية دخل مدينة اسمها بخاري، وبعد كده كمل وصل لغايه بلاد ما وراء النهر. ركز بقى في الحته الجايه دي عشان الحته دي في منتهى الاهميه. ايه بقى؟ هو لما وصل بخاري وصل لبلاد ما وراء النهر بدا يتوسع لغايه ما وصل الى حدود الصين. تقول لي حدود الصين؟ اقول لك وصل لغايه حدود الصين. يبقى الفتوحات الاسلاميه في عهد الخليفه معاويه بن ابي سفيان وفي عهد الدوله الامويه حصل توسعات كبيرة جدا. اتكلمنا قلنا ان في عصر الدولة الأموية في واحد اسمه ايه؟ محمد ابن القاسم الثقفي. ده قدر يوصل قلنا لغاية بلاد السند ووصل لغاية الملتان. لكن قتيبة ابن مسلم وصل لغاية بخاري وبدأ يوصل لغاية حدود الصين. أول ما وصل على حدود الصين ملك الصين ما كانش متخيل ان الدولة الإسلامية بالقوة دي، لكن لما بدأ يبعت مجموعة من الناس تعرف أخبار الجيش الإسلامي، لا أن الجيش الإسلامي ده كبير جدا. فوصل في النهاية أنه قال لا، أنا لو حاربت المسلمين هتهزم، فطلب الصلح، وبكده يكون تجنب الصدام مع المسلمين وقابل المسلمين الصلح مقابل دفع الجزية لحاكم الصين. طب تعالوا يا جماعة ناخد كده
شويه نقط نواتج تعلم في الجزء ده. اي سؤال يقول لك على ان كان في حكمه في اتخاذ القرار، تقول له ملك الصين. ليه يا مستر حاكم الصين؟ لان حاكم الصين خد الموضوع بجديه وحسب الموضوع صح. لو ما كانش حسب الموضوع صح وكان حارب المسلمين كان هينهزم وكان هيحصل عنده مشاكل كبيره جدا. يقول لك كده مين القائد اللي حاكم الصين اراد طلب الصلح منه بسبب كفاءته؟ تقول له قتيبة ابن مسلم. ركز بقى في الحته دي كده. لو انت خدت بالك ان محمد بن القاسم مشي على طريق الساحل، يعني على سواحل المحيط الهندي، لكن لما جينا اتكلمنا عن قتيبة ابن مسلم لا، اتجه في الجزء الايه؟ الشمالي. يعني ده لو قارنا دول ببعض، ده دخل كده في الجزء الجنوبي، لكن ده طلع شمال محمد ابن القاسم الثقفي. عندنا بقى واحد يقول لي هو ايه بلاد ما وراء النهر دي؟ بصوا يا جماعه، بلاد ما وراء النهر دي اخصب منطقه في وسط اسيا. يقول لك ان هي البلاد اللي يفصلها نهر جيحون عن خراسان، يعني كده نهر جيحون وخراسان هي المنطقه اللي في الايه؟ في النص، وحتى حدود الصين، وتقع وراءه من جهه الشرق والشمال. ويصفها ابن حوقل بانها اخصب الاقاليم منزله وانزهها واكثرها خيرا. يعني بالبلدي كده باختصار، دي معلومه اضافيه، بيقول لك ان بلاد ما وراء النهر اللي هو ورا نهر جيحون، وعلى حدود بعد كده الصين من الشرق ومن الشمال، وهي اكثر المناطق خصوبه واكثرها خيرا. تعالوا بقى نشوف الفتوحات الاسلاميه في اسيا الصغرى اللي هي بلاد الروم. يبقى كده اول حاجه اخذناها ان الدوله الاسلاميه في العصر الاموي اتجهت الى بلاد ما وراء النهر، المشرق الاسلامي. تعالوا بقى ناخد بعد كده الفتوحات في اسيا الصغرى اللي هي بلاد الروم. اقوى دوله كانت جنب الدوله الاسلاميه هي دوله مين؟ دوله الروم. ايه بقى اللي حصل؟ اول حاجه الفتوحات الاسلاميه وصلت لغايه ارمينيا اللي هي يا جماعه واسيا الصغرى. حصل ايه بقى؟ بص كده ركز معايا. دلوقتي احنا بنتكلم على ان كده الدوله الاسلاميه هنا كده، وهنا الدوله البيزنطيه او دوله الروم. فالاتنين بقوا على حدود بعض. لقينا ان الدوله البيزنطيه كل شويه تبعت غارات على المسلمين، كل شويه تبعت غارات على المسلمين. فالمسلمين قالوا لا، مش هينفع كده، احنا لازم نصد الغارات دي ونوقفها. فقرر المسلمين في العصر الاموي مقاومه الروم ومواجهه الروم والهجوم على الروم زي ما هنشوف دلوقتي. بصوا بقى الحته الجايه دي مهمه جدا. اول حاجه عملها الدوله الامويه ان هي قررت تحصن مناطق الحدود بين الدوله الاسلاميه وبين الدوله البيزنطيه او الدوله الروميه الشرقيه. الحدود دي بنسميها عندنا في المنهج اقليم اسمه الثغور واقليم العواصم. يبقى اول حاجه نعرفها ان الدوله الاسلاميه عملت ايه؟ اول حاجه عملتها ان هي حصنت، بدات تحط قوات على الحدود عشان البيزنطيين لما يجي يحاربوا المسلمين ما يعرفوش. يبقى اول حاجه عملتها ان هي حصنت الحدود، حطت جيوش في مناطق الحدود، بدات تخلي الحدود بين الدوله البيزنطيه والدوله الاسلاميه قويه جدا عشان ما يقدروش يهجموا علينا. طب ده بالنسبه للناحيه البريه، يعني من الناحيه البريه كده هم قفلوا القصه دي. طب ما هو ممكن يجوا من ناحيه البحر. قال لك ان المسلمين في العصر الاموي رمموا المواني، بدأوا يرمموا القلاع، يعني المناطق اللي على ساحل البحر بدأوا يرمموا المواني والقلاع عشان أي هجمة تيجي من الروم من ناحية البحر يقدر المسلمين يصدوها. يبقى المسلمين كده بدأوا إن هم يحموا نفسهم من الجهتين، من الجهة البرية ومن الجهة البحرية. بصوا بقى الحته دي مهمة جدا. عملوا نظام اسمه نظام الصوائف والشواتي. واحد يقول لي هو يعني إيه الصوائف والشواتي؟ كلمة الصوائف والشواتي هو نظام شبه نظام استخباراتي. كانوا بيبعتوا جنود في فترة الصيف يقفوا على منطقة الحدود،
وبعد كده يجوا في الشتاء يبعتوا جنود تانيين، بحيث ان هم يبقى دايما في جيوش اسلاميه على الحدود بينهم وبين الدوله البيزنطيه اللي هي الدوله الاقوى اللي بتواجه المسلمين. وكان الجيوش دي بتقف كده تعمل عمليه استخبارات، تشوف هل الروم دول جايين يحاربونا، هل القوه الروم بدات تستعد. فكانوا بيأمنوا الحدود بين الدوله الاسلاميه والدوله البيزنطيه. كمان بدأوا يعملوا حاجه اسمها الضغط على الدوله البيزنطيه. ازاي بقى؟ حصروا القسطنطينيه اكتر من مره. دي يا جماعه طريقه بيسموها ايه؟ الهجوم خير وسيله من الدفاع. يعني ايه؟ يعني احنا كنا في الاول بنقف كل شويه البيزنطيين بيجي يحاربونا، كل شويه البيزنطيين يجي يحاربونا، فاحنا كنا بنصد. فبدانا نعمل ايه؟ بدانا نهجم عليهم. فهم بعد ما كانوا بيهاجمونا بقى بيدافعوا عن نفسهم، فحولناهم من موقف الهجوم علينا الى موقف الدفاع عن نفسهم. ودي يا جماعه طريقه حلوه جدا اسمها الهجوم، احسن بكتير من الايه؟ الدفاع. حاول المسلمين اكتر من مره ان هم يخشوا القسطنطينيه لكن ما عرفوش. ليه بقى يا مستر؟ بصوا بقى يا جماعه عشان الحته دي مهمه جدا وبتيجي في الامتحانات كتير جدا. يقول لك ايه؟ يقول لك ان البيزنطيين لما المسلمين كانوا بيروحوا يحاولوا يخشوا مدينه القسطنطينيه ما كانوش بيعرفوا. ليه؟ اول حاجه المناخ. ممكن يقول لك حاجه ثانيه، الناحيه الجغرافيه، الناحيه الطبيعيه. الجو عندهم غير الجو عندنا. الجو عندهم بارد جدا، في مطر غزير، كان عندهم امراض شبه الجدري، وكان في برودة قاسية في فصل الشتاء. فكان بيحصل ايه؟ كان الجنود المسلمين يجي يحاربوا ما يتحملوش البرد ده، فبالتالي ما يعرفوش يدخلوا القسطنطينية. بالاضافة ان البيزنطيين دول اخترعوا مركب كيميائي صعب جدا اسمه النار الاغريقية. ايه يا مستر بقى النار الاغريقية؟ دي عبارة عن مركب كيميائي اول المسلمين يقربوا من السواحل بتاعتهم يقوموا جايبين المركب الكيميائي ده وراميينه على المراكب، تقوم المراكب كلها مولعة. يبقى انت كده مش هتقدر تهاجمه لانه هو بيستخدم نار اغريقيه. بالاضافه ان هو كان عنده حاجه اسمها السلسله الحديديه الضخمه، كان بيجيب كده سلاسل حديديه كبيره، فلما يبدا المسلمين يقربوا 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 يقوموا عاملين ايه؟ شادين السلاسل الكبيره دي، يقول المسلمين ما يقدروش يخشوا عليهم، يبداوا يضربوا بقى في الايه؟ في المسلمين. يبقى هم كده كان عندهم اساليب قتاليه، نقطه مهمه في نموذج التعلم، اساليب دفاعيه. كمان كانت القسطنطينيه دي موقعها قال لك ان هو كان موقع جغرافي متميز، بالاضافه ان هم كانوا عاملين اسوار داخليه واسوار خارجيه، فعشان اي حد يقدر يوصل لهم صعب جدا. عارفين ليه بقى؟ لانهم كانوا عاملين ابراج عاليه بيراقبوا بيها اي عدو يقرب منهم. فقال لك ان كان في ابراج مراقبه، وكان اي هجوم من المسلمين كانوا بيكتشفوه، فبيعملوا ايه؟ بيقدروا يكتشفوا الهجوم قبل قيام المسلمين بحربهم، فبالتالي بيرصدوا اي تحرك معادي، فبالتالي ما بيحصلش ضدهم عنصر المفاجأة. اذا الابراج قضت على اي حاجة اسمها مفاجأة، خلت ان ما يحصلش مفاجأة استراتيجية او مفاجأة تكتيكية ضد الروم. حاول المسلمين اكتر من مره، مش مره ولا اتنين ولا تلاته، لا ده مرات كتير جدا، حاولوا ان هم يقوموا بفتح القسطنطينيه لكن ما عرفوش. لكن قدروا ان هم يخضعوا اقليم الصغور والعواصم لسيادتهم، يعني المناطق الحدوديه بين الدوله الاسلاميه وبين الدوله البيزنطيه المسلمين كانوا مسيطرين عليها سيطره كامله. طبعا هنعرف بعد كده ان استطاع المسلمين فتح القسطنطينيه على يد محمد الفاتح 1453. ده طبعا هنتكلم بعد كده عن الدوله العثمانيه. لكن طوال العصر الاموي لم يستطع المسلمين ان هم يدخلوا دوله البيزنطيه ويدخلوا القسطنطينيه. بصوا يا جماعه من الحاجات الحكم الجميله، يقول لك كده كان عبد الملك ابن مروان حريص على استكمال الفتوحات الاسلاميه، وعمل وقال حكمة للقائد والابنه مسلم.
اول حاجه يقول لك وصيه عبد الملك لابنه مسلمه بالجند. قال له ايه؟ قال له كن يا بني بالمسلمين بارا رحيما. يبقى كده اول حاجه واول نقطه في نوادج التعلم يدعوه بالايه؟ بالرحمه. وان يكون اميرا حليما، يعني عايزه يتصف بالصبر. ولا تكن عنيدا كفورا ولا مختالا فخورا. قال له يعني ما تكونش عنيد، يعني ما تكونش ايه؟ ما تكونش عندك حاجه اسمها الكبرياء، يبقى عندك تواضع. وما تكونش عنيد، يعني المفروض ان هو ياخد نظام الشورى. يبقى من نوادج التعلم في الجمله او في الوصيه اللي قالها عبد الملك بن مروان لابنه ان يكون عنده رحمه وصبر، ولا تكن عنيدا، يعني يبقى في شورى مع القاده بتوعك، والتواضع يعني لا للكبرياء. تعالوا بقى نشوف وصيه عبد الملك للقائد. قال له ايه؟ انت تاجر الله لعباده. يعني انت عامل كده شبه التاجر. التاجر بيبدا يبيع ويشتري بضائع وبيكون حكيم في البيع والشراء. قال له ايه؟ كن كالمضراب الذي ان وجد ربحا تاجر. يعني انت لما يكون معاك بضاعه وتحس ان انت لو بعتها هتكسب، بتعمل ايه؟ بتبيعها. طب لو حسيت انت هتبيعها هتخسر، ما انتش بايعها. فقال له انا عايزك تعمل كده مع جيوش المسلمين. لما تحس ان انت هتخش معارك وهتنتصر وهتربح، مفيش مشكله، خش. لكن لو حسيت ان الموضوع هيبقى صعب خليك متأني. وقال له كمان كن من احتيالك على عدوك اشد حذرا من احتيال عدوك عليك. يعني بيدعوه ان هو يكون حكيم، يكون عنده ذكاء عسكري، يكون اذكى من العدو اللي قدامه. وده يؤكد لنا ان الدوله الامويه اهتموا اهتمام كبير جدا بالفتوحات الاسلاميه. يبقى اتكلمنا اول حاجه عن فتوحات بلاد ما وراء النهر، واتكلمنا عن فتح بلاد السند، واتكلمنا عن محاولات المسلمين لفتح الدوله الرومانيه الشرقيه، الدوله البيزنطيه. تعالوا بقى مع بعض ناخد الفتوحات الاسلاميه في الغرب الاسلامي، وبكده نكون خلصنا مع بعض كل الفتوحات الاسلاميه في العصر الاموي. يبقى احنا كده اتكلمنا عن الفتوحات الاسلاميه. هنلخص الجزء اللي احنا اخدناه كده باختصار خالص. اخدنا اول حاجه ان الدوله الاسلاميه قامت في العصر الاموي بفتح بلاد السند على يد محمد ابن القاسم، وصل لغايه مدينه الملتان، والانتصارات وصلت لغايه الخليفه في دمشق. تاني حاجه قلنا بلاد ما وراء النهر. اخذنا في عهد الدوله الامويه قام قتيبه ابن مسلم بالفتوحات الاسلاميه وقدر يفتح بلاد ما وراء النهر. اخذنا ان حصل محاولات كتير جدا من الدوله الاسلاميه في العصر الاموي من تامين نفسها من الدوله البيزنطيه. عملوا نظام اسمه الصوائف والشواتي، وكمان حاولوا اكتر من مره فتح القسطنطينيه، لكن الموضوع كان صعب جدا بسبب النار الاغريقيه وبسبب السلاسل الحديديه والاسوار وابراج المراقبه. ده تلخيص كده للجزء اللي احنا اخدناه، ممكن نسجله عندنا هيسهل علينا خالص. تعالوا بقى مع بعض ناخد بقى اخر حاجه الفتوحات الاسلاميه في الغرب الاسلامي. هنا احنا هنتكلم عن فتح بلاد المغرب وفتح بلاد الاندلس. يعني كده بنتكلم ان الدوله الاسلاميه هتبدا تفتح منطقه المغرب، وكمان هتعدي لاوروبا تفتح الاندلس او اسبانيا. اول حاجه فتح افريقيا مر بعده مراحل. بدأ في عهد الخليفة معاوية ابن أبي سفيان، وبدأ الخلفاء اللي يجوا بعده يحاولوا برضو ان هم يفتحوا الأجزاء الغربية لغاية ما استقر الفتح في عهد الوليد ابن عبد الملك. تعالوا ناخد مع بعض فتوحات بلاد المغرب. هنتكلم عن 3 قادة
حاولوا يفتحوا بلاد المغرب. اول واحد اسمه عقبه ابن نافع. عقبه بن نافع قام بقياده الجيوش الاسلاميه في عهد الخليفه معاويه بن ابي سفيان، وبدا يوصل لغايه ساحل المحيط الاطلسي، لكن توفي في معركه تهوده. يبقى اول حد حاول ان هو يفتح منطقه المغرب دي كلها او بلاد المغرب دي هو عقبه ابن نافع في عهد الخليفه معاويه بن ابي سفيان. وصل فعلا لغايه المحيط الاطلسي لكنه توفي في معركه تهوه. جاء بعده واحد اسمه حسان ابن النعمان، وده كان قائد شاطر جدا، وعندنا اكتر من نقطه نواتج تعلم على القائد حسان ابن النعمان. اول حاجه ان هو انطلق الى افريقيا، خدنا قبل كده ان افريقيا اللي هي تونس، في عهد عبد الملك ابن مروان، ودخل قرطاجنة والمدن الساحليه. يبقى هو كده بدا يعمل توسعات، وصل لغايه كده تونس. بصوا بقى الحته الجايه دي مهمه جدا. فكان عايز يعمل ميناء تونس، ميناء هنا كده. طب مين اللي عنده خبره في بناء السفن؟ لأن الأقباط اللي هم الناس المسيحيين اللي في مصر عندهم خبرة كبيرة جدا إن هم يعملوا ميناء أو قاعدة في تونس، فاستعان بيهم في بناء الميناء. طب هو عملوا ليه؟ قال لك عشان بسهولة توصل أي مدد من الدولة الإسلامية من العاصمة إلى تونس يبقى عن طريق البحر. يبقى لو جالك في الامتحان أي سؤال يقول لك الاستعانة بأهل الخبرة، على طول يجي في بالك حسان ابن النعمان. ليه؟ لأنه استعان بأقباط مصر إن هم يبنوا الميناء في تونس. تاني حاجة عملها إن كان في ناس اسمهم البربر، وكانت الزعيمة بتاعتهم واحدة اسمها الكاهنة، لكن هو قدر يحاربها وينتصر عليه. تالت حد اسمه موسى ابن نصير، وموسى ابن نصير ده كان قائد قوي جدا، قدر يفتح بلاد المغرب كلها، أكمل الفتوحات حتى سيطر على بقية الساحل الإفريقي، وصل لغاية مدينة اسمها طنجة، وراح معين طارق ابن زياد عليه. وبعد كده راح بحملة إلى مدينة سبتة، فحاكم مدينة سبتة طلب الصلح مع موسى ابن نصير، فهو وافق على الصلح. كده في اتنين في المنهج كده في العصر الأموي أخدوا صلح. أول حد مين؟ حاكم الصين. وتاني واحد مين؟ حاكم مدينة سبتة. لو جاب لك في الامتحان في تشابه بين اتنين تقول له بين حاكم مدينة سبتة وبين حاكم الصين. ممكن يقول لك ايه الدليل ان ما كانش القتال هو الأولوية، تقول له ان المسلمين في العصر الأموي عملوا صلح مع حاكم الصين وعملوا صلح مع حاكم مدينة سبتة. في عهد وقيادة موسى ابن نصير، بلاش عهد الدين، نقول بقى في ولاية موسى ابن نصير، بدأ انه هو يحارب القبائل البربرية وقدر ينتصر عليها. ده مش بس كده، ده بدأ يعمل فتوحات إسلامية في البحر، قدر يدخل جزيرة صقلية وسردينيا وجزر البليار. بعد ما تم فتح بلاد المغرب، البربر دخلوا في الإسلام. يعني الناس اللي كانوا ساكنين في بلاد المغرب اللي هم اسمهم البربر بدأوا يدخلوا في الدين الإسلامي. وبعد كده الدولة الإسلامية قدرت تأمن حدودها الغربية. وبعد كده البربر اندمجوا مع المسلمين. ده مش بس كده، ده كمان البربر اشتركوا مع المسلمين ان هم يدخلوا الأندلس اللي هي أسبانيا. ده يا جماعة يدعم حق المواطنة، ان كل الناس داخل الدولة الإسلامية مواطنين، لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى. يعني كل الناس متساوية، ادام هم مسلمين يبقى كلهم داخل الدولة الإسلامية. ايه بقى قصة فتح الأندلس؟ بصوا كده المغرب هنا كده اهي. لو احنا كملنا كده هنتكلم عن فتح بلاد الأندلس. جاء موسى ابن نصير، ففي واحد اسمه يوليان اللي هو حاكم مدينة سبتة اللي احنا لسه قايلين من شوية ان هو عمل صلح معاه، بدأ يزين له فتح الأندلس. قال له انت عارف، انت لو عديت بس الجزء الصغير ده اهو دخلت الأندلس هتقدر تعمل فتوحات إسلامية في بلاد أوروبا، فبالتالي الدولة الإسلامية هتتوسع.
بدأ يزين له فتح بلاد الأندلس. فقام موسى ابن نصير عمل إيه؟ بدأ بعد كده إن هو يستعد لفتح الأندلس، فبعت لمين؟ بعت للخليفة الوليد بن عبد الملك، قال له في جنب المغرب على طول بلاد اسمها الأندلس، احنا ممكن ندخلها ونفتح المناطق دي ويبقى دخلنا الفتوحات الإسلامية في بلاد الأندلس. بصوا بقى يا جماعة، الحتة دي حتة مهمة جدا. لقينا إن الخليفة الوليد بن عبد الملك كان عنده حاجة مهمة جدا اسمها التخطيط الجيد والخوف على الجنود المسلمين. فراح قال له ايه؟ فرد عليه الخليفة الوليد بن عبد الملك قال له خدها بالسرايا حتى ترى وتختبر شأنها. قال له يعني ما ينفعش تاخد الجيش الإسلامي وتروح مرة واحدة كده تفتحها، ما ينفعش. لازم ايه؟ الاول خدها بالسرايا، يعني ابعت مجموعه من الجنود كده صغيره يشوفوا الدنيا فيها ايه، يعرفوا الوضع ماشي ازاي، البلد عامله ازاي، عشان ما ايه؟ يقول له عشان ما تغررش بالمسلمين في بحر شديد الاهواء. فراح جاي موسى بن نصير قال له ايه؟ قال له لا، هو مش بحر شديد الاهوال ولا حاجه، ده بصوا يا جماعه المسافه قد ايه من هنا لهنا، حاجه يعني حاجه صغيره خالص. فرد عليه موسى ابن نصير قال له ايه؟ إنه ليس ببحر خضم، وإنما هو خليج يبين للناظر منه ما هو خلفه. يعني أنت لو وقفت كده وبصيت الناحية التانية تشوف الناحية التانية، الموضوع مش بحر كبير والموضوع صعب. فراح جاي الخليفة الوليد بن عبد الملك قال له برضه لابد من اختباره بالسرايا قبل خوضه واقتحامه. وبكده يكون فتح الأندلس زي ما احنا لسه قلنا تخطيط مسبق. فشارك فيه الخليفة الأموي وموسى ابن نصير بعد أن ثبت صدق نوايا يوليان. يوليان قال لهم انتوا هتعدوا بس خليج كده صغير تعدوا الناحية التانية تقدروا تعملوا فتوحات إسلامية. لما اتأكدوا إن كلام يوليان صح قرروا إن هم يعملوا الفتوحات الإسلامية. فقام موسى ابن نصير بإرسال القائد طارق ابن زياد لفتح الأندلس. أول ما نزل طارق ابن زياد الأندلس يبقى أول حد وطأت قدميه بلاد الأندلس هو مين؟ طارق ابن زياد. حتى احنا عندنا المنطقة دي اللي هو عدى فيها بنسميها مضيق جبل طارق، لأن طارق ابن زياد هو أول من وطأت قدماه إلى بلاد الأندلس. نزل طارق ابن زياد إلى جبل اسمه جبل الفتح وسمي بعد كده بجبل طارق. لقى مقاومة عنيفة جدا من ناس اسمهم القوط. قدر يحقق انتصارات كبيرة في معركة اسمها شيزونة، وقدر بعد معركة شيزونة ان هو يفتح بلاد الأندلس. إذا معركة شيزونة بين المسلمين بقيادة طارق بن زياد ضد القوط. النتائج ان القوط اتغلبوا والحاكم بتاعهم اتقتل، وانتصر المسلمين واستولوا على معظم بلاد الأندلس. بعد كده لقينا ان موسى بن نصير هو كمان عبر الى الأندلس. يبقى اول حد عبر الأندلس هو مين؟ طارق ابن زياد. بعد كده مين تاني واحد؟ موسى ابن نصير. بس موسى بن نصير عمل ايه؟ خد طريق تاني غير الطريق اللي طارق ابن زياد دخل منه عشان يفتح مناطق جديدة، واتخذ طريق مغاير يعني طريق مختلف غير اللي سلكه طارق ابن زياد، وفتح مجموعة من المدن في الأندلس أهمها مدينة إشبيلية. وبكده يكون المسلمين قدروا يفتحوا شرق الأندلس بقيادة عبد العزيز ابن موسى. يبقى كده حصل أكتر من حد دخل الأندلس وعمل فيها فتوحات إسلامية. أول حد اسمه طارق ابن زياد، تاني واحد اسمه موسى ابن نصير، تالت واحد هو اسمه عبد العزيز ابن موسى. ليه بقى المسلمين لما دخلوا الأندلس ما عرفوش يفتحوا الجزء الشمالي الغربي؟ لأن الجو في المناطق دي كان صعب جدا، كان بارد جدا. وده يفكرك بإيه؟ يفكرك برضو بفتح القسطنطينية. كان من المشكلات الكبيرة جدا إن الجو كان بارد جدا، فالاتنين كان الجو فيهم بارد. يبقى إذا المفروض إن المسلمين كانوا دربوا نفسهم على الجو البارد ده عشان يقدروا يعملوا فتوحات إسلامية في تلك المناطق. فأول سبب إن الجو بارد، وكمان الطريق وعر، الطريق صعب جدا. بعد ما المسلمين بقى فتحوا الأندلس راحوا عاملين إيه؟ بصوا يا جماعة،
خلوا العاصمة قرطبة، يعني عشان تكون قريبة من أي مدد يحتاجون من بلاد المغرب الإسلامي. ونشروا الإسلام في الأندلس وضربوا العملة الإسلامية وبدأوا يعملوا إصلاحات إدارية وتعمير ومنشآت. ده مش بس كده، ده قالوا للناس في الأندلس كل واحد يعبد العبادة أو الديانة اللي هو عايزها، يبقى خلى فيه حرية ممارسة العقائد والأديان. ده مش بس كده، ده خلاهم كل حد يختار قضاتهم زي ما هم ورؤسائهم، ولم يمنعوهم من الاحتكار إلى دينهم. بعد كده المسلمين قضوا من الناحية الاجتماعية على نظام الطبقات، وعملوا ايه؟ وحرروا الناس من العبودية، فأصبح هؤلاء الزراع أحرار وليهم حقوقهم بعد ما كان النظام الطبقي منتشر في أوروبا وكان فيه عبودية والوضع كان صعب جدا. نختم بقى المحاضرة بتاعتنا بواحد اسمه عبد الرحمن الغافقي. عبد الرحمن الغافقي قال بقى أنا أكمل الفتوحات الإسلامية وأدخل فرنسا. يبقى احنا كده فتحنا الأندلس أو أسبانيا وفتحنا كمان فرنسا. حاول عبد الرحمن الغافقي وقدر يفتح النص الجنوبي كله من فرنسا من الشرق للغرب. بس هو وقع في مشكلة أو وقع في غلطة جامدة جدا، إن هي كل بلد يفتحها يسيب جزء من الجيش الإسلامي فيها يكمل البلد اللي بعدها، يفتحها يسيب جزء من الجيش الإسلامي فيها يكمل البلد اللي بعدها، يلاقي بلد فتحها يسيب جزء من الجيش الإسلامي فيها. فحصل إن من كتر المدن اللي هو فتحها الجيش الإسلامي ضعف قوته لأنه توزع على مناطق كتير. فبعد كده دخل منطقة في فرنسا وخلاص بقى عايز يفتح فرنسا كلها. فجاه واحد اسمه دوق أكوتين، يعني حاكم منطقة أكوتين، عمل إيه؟ لقى إن عبد الرحمن الغافقي انتصر وأخذ مناطق كتير في فرنسا، فبدأ يدعو ويطلب العون من شارل مارتل اللي هو حاكم فرنسا. قال له أنا عايزك ترجع لي الدوقيته، يعني المدينة أو المنطقة اللي بيحكمها. فاتحدت كل القبائل النصرانية من فرنسا، يعني كل الناس المسيحيين اللي في المنطقة بدأوا كلهم يتحدوا مع بعض، وبدأوا من فرنسا وجيران فرنسا بدعم من بابا روما. بدأ بابا روما يدعو المسيحيين هم يتجمعوا مع بعض عشان يقاوموا الفتح الإسلامي، واستعدوا للقاء عبد الرحمن الغافقي. وحصل معركة اسمها بلاط الشهداء أو بيسموها تور بواتيه. إيه تور بواتيه ده يا مستر؟ المعركة دي عبد الرحمن الغافقي حدث صدام كبير بينه وبين شارل مارتل. يقول لك في الأحداث بعد ما المسلمين دخلوا مدينة تور بواتيه وفتحوهما، راح جيش الفرنجة مباغت المسلمين، وبدأ يحصل معركة قوية استمرت حوالي 10 أيام. لكن النصر رغم ان هو كان في البداية المسلمين، لكن المسلمين هزموا في النهاية، واستشهد القائد عبد الرحمن الغافقي ومعه كثير من القيادات الكبيرة، وده كان السبب الرئيسي ان المسلمين ينهزموا وينسحبوا من فرنسا. بعد ما المسلمين اتهزموا والفرنجة انتصروا، شارل مارتل رجع بجيشه الى الشمال، وبكده يكون المسلمين هزموا من شارل مارتل. ايه سبب الهزيمه؟ بصوا بقى، احنا بنتكلم ان الجيش الاسلامي وصل لغايه فرنسا، يعني داخل اوروبا، فهم كده كان جنب اراضيهم، فجالهم مدد كبير جدا من المناطق اللي حواليهم، في حين ان الدوله الاسلاميه كان في عشان يوصل لها مدد المسافه بعيده. فيقول لك قصرت عدد جيش مارتل وعدته الكامله، فضلا عن قرب المدد اليه من كل مكان، واتحاد كل جيوش الفرنجة ودعم البابا له. طبعا الظروف الطبيعية القاسية، قسوة المناخ، نفس اللي احنا قلناه في فتح البيزنطية، في فتح الدولة البيزنطية أو دخول القسطنطينية، وبالتالي انهزم المسلمين برضه بسبب انهاك المسلمين بالمعارك الكثيرة. وبكده انتهت الفتوحات الدولة الأموية في الأندلس. يبدأ عصر جديد اسمه عصر الخلافة العباسية. وبكده نكون خلصنا مع بعض الفتوحات الإسلامية في العصر الأموي. بقى لنا درس واحد اسمه الفتوحات الإسلامية في العصر العباسي.